مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. شحال هادي ما صورتش فيديو، وباش نلقاو الوقت انه نصوروا هذا الفيديو راه ما يمكنش شنو درنا باش نلقاو هاد الوقيته هاد الساعه فين غنصوروا هذا الفيديو، ولكن حيت الفيديو جد مهم وجا في وقيته جد مهمه دونك قلت علاش لا غادي نصوروا. دونك اكيد كتشوفوا معايا الضيفه هنايا ناديه. I'm just introducing the guest. المهم نادية هي اولا صاحبتي، قرات معايا في الجامعه هنايا في فنلندا، دونك كنعرفها مده ديال 8 سنين دابا تقريبا، وحلات الشركه ديالها كتجيب فيها تلاميذ ديال القرايه. دونك هادشي علاش انا كنت انتريسي باش ندير الفيديو، وحتى هي قالت لي بغات توصل اجوبه ولا دي ميساج من خلال الفيديو. دونك قلت لها علاش لا ما نحطوش الفيديو عندي في يوتيوب، كوم سا بزاف ديال الناس اللي مهتمين بالقرايه غادي يعرفوا معلومات اكثر. دونك هادشي اللي كاين. دونك كتبعوا معنا اليوم غنديروا بحال الشكل ديال البودكاست، غنعطيكم انتروداكشن صغيره على شنو كدير ناديه. دونك ناديه ديجا عندها تيم ديالها خدام معاها، دونك كانوا كيجيبوا تلاميذ، باقيين كيجيبوا تلاميذ من روسيا ومن شي دوله من اسيا، ما عرفتش واش جابان ولا شي دوله بحال هكا. دونك كيجيبوا من جوج ديال الدول ولا ثلاثه، كيجيبوا تلاميذ الفنلندا، يعني تلاميذ اللي خارجين الاتحاد الاوروبي اللي كيخصهم يخلصوا الفيز، اللي كيدفعوا لهم لابليكاسيون اكسيتيرا. دونك نفس الخدمه اللي كنت انا كندير مع المغرب شحال هادي. ومن بعد دخلوا الماركت ديال نورث افريكا، وانا حيت ديجا كنعرفها بزاف يعني وكنهضروا بزاف، دونك عارفه شنو كيفاش خدمتهم غدا كيفاش هادي، ومره كنعاونهم الا احتاجوا شي ترجمه باسكو عندهم مترجم ديال العربيه ولكن هو عراقي. دونك بعض المرات كتحتاج هكا ترجمه لشي واحد مغربي، فكنكون انا حاضره باش نترجم. دونك هادشي اللي كاين. ودابا غادي ندوزو للاسئله، حيت بزاف ديال الحوايج من اخر فيديو حطيت ديال القرايه بزاف ديال الحوايج تغيروا، دونك غادي نخليوها هي تجاوبنا على الاسئله ونكملوا الفيديو ديالنا ان شاء الله. المهم انا وجدت اسئله اللي هنسولهم ليها تقريبا، حيت بزاف منكم كيكتبوا لي في الانستغرام وفي الميساجات، ولكن باش ما نكذبش عليكم انا عندي ظروف خاصه وعندي خدمه ومشغوله شويه، دونك ما كنقدرش نجاوب كلشي. كاين شي ميساجات اللي تكتبوا لي هذه شي 6 شهور يلاه كنجاوبهم، دونك ماشي عندي بزاف، ولكن كنكون فريمون مشغوله وما كندخلش الانستغرام بزاف. تقدر تشوفني اونلاين ولكن انا راه غير في حاله التليفون مخليه. دونك هادشي اللي كاين. دونك غنبداو باول سؤال. Can you tell us about university fees and then different degrees? Yes, of course. There's different types of university degrees. You can go directly from the high school to the preparation years, and also you can go to the university itself. There's like nursing, sports, like any field that basically you want, but some of the fields require to know the Finnish language. So in order to apply with the English language only, probably it will be like business degrees, and like sport can be also like as a one, and tourism. It's like, I think this is like the most common one. Yeah, the most common one for like international students. Okay. سو قالت لكم باللي الجامعات كاينين بزاف وكتقدروا تدفعوا ليهم ابتداء من يعني منين تشد الباك ديالك تقدر تدفع ليهم ماشي مشكل وتدوز نيشان تقرا في الجامعه. بالنسبه للديغريز او الدبلومات اللي كاين بزاف، ولكن شي دبلومات كيطلبوا اللغه الفنلنديه تكون عندك واحد شويه، دونك غالبا هادو كيكونوا مختصين بالداكشي ديال التمريض اكسيتيرا. سينو كيكونوا بزاف ديال الديغريز اللي هما كيتقراو بالونجلي. دونك مثلا قالك اغلب الاحيان اللي كياخذوا التلاميذ اللي من على برا كياخذوا البيزنس، كياخذوا التوريزم، كياخذوا افييشن. دونك هادو هما لي بروغرام اللي زعما مشهورين بزاف، يعني دراسه الاعمال، دراسه السياحه ودراسه ديال داكشي ديال بحال قلتوا البيزنس ديال المطارات اكسيتيرا. And what about the fees? Like in general, what is the average to pay for universities? It starts from 7,000 per year, and it goes to 12,000, sometimes 13,000. Depends on the university and of course on the program. If it's like more about like university, there's like two types. It's like a university and also University of Applied Science. University is where you study theories, like more like theory based. And then there's like this applied science where it's more practical based, where you have all the knowledge based on the companies and experience during like those study years. So that's also like an interesting alternative. It's where we study. Yes, it's like where we study, and also it's like cheaper
which is better like for everyone, I think, when Yeah. it's like cheaper. And also about the preparation year, it's like you firstly, for example, if it's like a business program, you can firstly enroll to the college, and then from the college you can get easier, like it's faster process to get into the university. So it's like Or they can go straight to university. yeah, all Yeah. straight to the university. So it's like up to you, like what is like better option for you. سو قالت لكم باللي باش تقراو في هنايا كاين الثمن كيبدا من 7000 اورو وانت طالع تقدر توصل حتى ل 12000 ولا 13000. دونك بالنسبه للجامعات كاين جوج ديال الانواع، كاين جامعات العلوم التطبيقيه والجامعه اللي هي عاديه. دونك الفرق بيناتهم هو ان الجامعه اللي هي جامعه فكتقرا فيها داكشي تيوريك، يعني داكشي كما نقولوا ما فيش تطبيق بزاف. وجامعه ديال العلوم التطبيقيه بحال اللي قرينا فيها كيكون فيها تطبيق اكثر، يعني كيكونوا فيها دي بروجي كنخدموا عليهم، يعني كتقرا شويه وكتطبق اكثر. الاخرى العكس، كتطبق شويه وكتقرا بزاف. دونك وقالت لك باللي تقدر عاوتاني بروسيس باش انك تدوز للجامعه، ماشي يعني كاين انك تدفع من الباك نيشان مثلا دوز الامتحان وتجي للجامعه. كاينه اوبسيون وحده اخرى هي انك تاخذ بحال قلتي، هي قالت الترجمه انها سنوات تحضيريه، ولكن هي ماشي بحال سنوات تحضيريه اللي كنفهموا حنايا عندنا، مي انك كتقدر تدوز للكوليدج، يعني بحال كتقرا في ليستياد المغرب ومن بعد فاش كتنجح فيه كتقدر تدخل الجامعه بلا امتحان، ولا كيكون دي فاسيليتي بالنسبه للتلاميذ اللي قراو في الكوليدج وغيدوزوا في الجامعه. And what about the IELTS? Like a lot of people are asking about the IELTS. I think currently they're more like asking for those English exams, because people somehow like cheating on the entrance examinations, and that's why they're like asking those like tests to have be like present. And I think even though like there are some places where you can apply without IELTS, but if you have it, it's like a bonus. It like gives you like opportunity to go like fast, like you know, it's like passing the queue. So you're just like passing through it, and you're like, yeah, we're getting this one. There is IELTS over there. So like when you have like this English exam or like any language courses, for example, it doesn't need to be like the IELTS itself. For example, if your all education was in English, so that also counts like a lot. Or for example, you had some like internship or like work experience, but or in like English. for someone who studied, for example, in university, for example, when I was in Morocco, after I got my high school diploma, I studied English literature. So it's like the whole diploma is in English. Yeah, so go... like when diploma is in English, it also counts like no matter of the country. But like for the work experience, it should be the English-based country. So like that's how it works. But like mostly it's like IELTS or TOEFL, you have to pass it. And for some programs, it's SAT test. It's like the general, like the school, like math and all those kind of knowledge. It's also like what's happening now. Like for some programs, they ask for that, unfortunately. سو قالت لك باللي كاين جامعات اللي ما كيطلبوش الايلتس او السيرتيفيكات ديال الانجلي اون جينيرال، حيت كاين الايلتس كاين توفل كاين دي سيرتيفيكات بزاف. دونك كاين جامعات اللي ما كيطلبوش، مي هما قلالين. وبيان سور فاش كتكون عندك شي سيرتيفيكات ديال الانجلي دونك كتكون عندك الاسبقيه، يعني كيتاكدوا باللي انت الانجلي ديالك راه مزيانه، حيت بزاف ديال الناس كيغشوا في هذاك الامتحان ديال الانجلي ديال الجامعه. دونك كاينين جامعات اللي بلا ايلتس، ولكن اغلبيه كيكونوا بالايلتس اولا بشي سيرتيفيكات ديال الانجلي باش تقدر تزيد من الفرصه ديال النجاح ديالك. وقالت لك ماشي ضروري تكون الايلتس، كتقدر تكون الايلتس، كتقدر تكون التوفل، كتقدر تكون شي شهاده الا مثلا خديتي باك بالانجلي، اولا مثلا بالنسبه للناس اللي قراو في الجامعه في المغرب ولا في الدول العربيه اون انجلي، يعني قراو الديغري اون انجلي. بحال انا كنت كنقرا في المغرب انجلش ليتريتشر، دونك قريتها اون انجلي. دونك هذاك سي ان ديبلوم قريتيه كامل بالانجلي، دونك كتقدر دوز به بلا ما دوز لا ايلتس لا توفل لا حتى شي حاجه. Yeah, and a lot of people. A lot of people. Yeah, a lot of people. What is the next question? Yeah, a lot of people are asking about scholarship, and because they are used to ask about scholarship in other countries where they are providing scholarship from the first time. So what is the situation right now with the right scholarship? now the scholarships is not from the first year, because what is important, like they see the paper that you can pay for the university. Because sometimes people, they're applying for the scholarships and they're not getting the credit that they're supposed to get, and then like they cancel the scholarship and then they can't study and they just send people back home. So in order for this not to happen, it starts from like the second year, the scholarship. So once you pass the first like
year. It's like sometimes it's like even the first semester, so the scholarship can be like starting from 30 and going to like 60%. And is it the same rule, or it depends on each university? Sometimes it depends on the university, but in most of the universities, like from the second year, it starts from the second year. Yeah. Okay. And the percentage of scholarship, is it different? It's different on the program. It starts from 30 and goes to like sometimes 60%. Like the 60%, I think it's the highest that I've seen. Okay. And also with it, like all those like scholarship, of course you getting like students benefits. It's like you getting like discounts on like public transportation. Of course depends on the city. If you're in Helsinki, you get like more benefits than in other cities, because they're smaller and there's like no metro in other cities, only like in Helsinki there's like metro. So that's the thing, like, but in all other cases, like scholarships is like, they're like hard to get because you need to have like achievements for those scholarships, and they're not like in at the beginning, so not like you're coming with those achievements, you need to get them during the studies so that you can get the scholarship. So قالت لكم باللي scholarship اللي هي I want to say the word in Arabic. Scholarship اللي هي scholarship يعني فاش كتخلص عليك الجامعه واحد الجزء ديال القرايه، دونك هذيك سكولارشيب كتكون ابتداء من العام الثاني غالبا. علاش؟ حيت كيخصك تكون درتي شي اتشيفمنت او حققتي شي نجاح باش يقدروا يعطيوك سكولارشيب. كتك معظم الجامعات ماشي كاملين مي معظمهم عندهم سكولارشيب، وكتبدا من العام الثاني، ولكن كيخصهم يشوفوا انك نجحتي في داك العام بسكور مزيان، اولا شي بعض المرات كدوز من السيمستر الثاني، ملي كتبدا من السيمستر الثاني. دونك كيخصك كيقول لك مثلا خصك تجمع ها شحال ديال الكريديتس باش انك تقدر تستافد من سكولارشيب، وكتولي هما راه كيعاونوك، ولكن كتولي خصك تنجح في هذوك النقاط وتدوز هذوك لي كورس اللي قايلين لك. وبالنسبه للسكولارشيب اللي هو البورسونتاج ديالها، يعني شحال كيخلصوا عليك الجامعه، فقالت لك كتبدا مثلا تقدر تكون 30% حتى ل 60% هي اعلى نسبه اللي شافتي هي. دونك باش كيخلصوا عليك الجامعه، يعني كتولي مثلا ليتسي الجامعه دايره 7000 اورو، دونك نقص منها 30% ولا نقص منها 60% ولا نقص منها 40%، وشوف شحال غتجي، كتبدا تقرب هذاك الثمن ابتداء من العام الثاني. وبيان سور قالت لك كاينين واحد البينيفيتس، يعني شي حوايج اللي كيستافدوا منهم التلاميذ سورتو في الجهه ديال هلسنكي والنواحي، كيكونوا فوائد بزاف للتلاميذ، لا في الترونسبور كينقصوا ليهم، لا في بزاف ديال الحوايج سوبر مارشي حوانات اكسيتيرا، دونك كينقص عندهم استفادات بزاف. في مدن اخرين اللي صغار كاينين حتى هما بينيفيتس للتلاميذ، ولكن ماشي بحال كما قالت لك هاد لا ريجيون ديال هلسنكي والنواحي.